أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من ملعب المصري، ولقاءنا النهارده مع الكابتن شديد قناوي. في بداية حوارنا بنرحب بالكابتن شديد قناوي، بنقول له احنا دلوقتي عاوزين نعرف من الكابتن شديد قناوي، احنا هنخش في موضوع التجديد وعدم التجديد. رؤية حضرتك بالنسبة لمرحلة التجديد في السنة ديت إن شاء الله اللي فيها 6 مطوشة، وبالنسبة للسنة الجاية إيه طلعت كابتن شديد؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في الاول لا انا بس عايز اصلح حاجه برضو، لان في ناس بتطلع تكتب في الجرايد كلام. طبعا انا ما بقعدش مع جرايد ولا بتكلم مع جرايد خالص. اللي طالع كلام ان بيقول ان احمد شديد بيقول ان اللي يدفع اكتر العب له، لا دي انا استحاله اقولها، لان انا ما اتربيتش في النادي الاهلي على كده، او النادي المصري ما عملش معايا حاجه وحشه عشان اقول الكلمه ديت. لان لو هنرجع اللي يدفع اكتر المصري هو اللي بيدفع اكتر في الاخر، يعني بالنسبه للكلام اللي هم بيتكلموا فيه. لكن اللي كاتب كده ده عايز يزعل جمهور بورسعيد من احمد شديد، مش عارف وجهه نظره ايه. لكن طبعا انا ما عنديش اي مشكله في الحكايه ديت. بالنسبه للتجديد انا موجود 6 مطوشه مع النادي المصري، وانا كل اللي انا بقوله ان انا هحدد مستقبلي. ان احدد مستقبلي دي ما حدش بيزعل منها، ان انا بحدد مستقبلي. بيتي هشوف بيتي هيمشي ازاي في الطريق المستقيم. النادي المصري لو مصلحتي طبعا هكمل، لو النادي المصري مصلحتي طبعا هكمل في النادي المصري، لان انا مبسوط في النادي. انا بقالي 3 سنين في النادي المصري، يعني ما فيش لعيب جه قعد 3 سنين غير احمد شديد يعني في النادي المصري. الحمد لله لعب 90 ماتش من ال3 سنين، فالحمد لله. طبعا انا بالنسبه للتجديد انا مش هتاخر على جماهير النادي المصري او جمهور بورسعيد. انا موجود مع النادي المصري، ولو خلصنا 6 مطوشه ديت ان شاء الله. بس انا كل اللي بتمناه ان احنا نلعب بطوله، يعني لو في بطوله انا مكمل مع النادي المصري عمياني، مش موضوع تجديد من غير ورق. هكمل مع النادي المصري ولو 3 سنين تاني لو في بطوله ان شاء الله. لو ما فيش بطوله طبعا هقعد هحدد مستقبلي، هشوف مستقبلي ماشي ازاي. لان انا من النوع اللي انا عايز العب بطوله، عايز يبقى عندي طموح كبيره. الحمد لله نفسي اروح منتخب مصر، فدي نقط برضو كلها بالنسبه لي مهمه. لكن بالنسبه لجمهور بورسعيد العظيم ده اللي وقف جنبي بعد ما مشيت من النادي الاهلي، اللي وقف احمد شديد على رجليه، دي انا بتمناها ان شاء الله. واكيد مش هسيب الناس دي بالطريقه اللي هم غير الطريقه اللي هم يستاهلوها، اذا كانت بالحب او بالاخلاص. انا بقالي 3 سنين بلعب بضمير، وعمري ما قصرت في مباراه، مع ان انا ابن النادي الاهلي. بس انا لما جيت لمصر حسيت ان الجماهير دي كلها اخواتي، كلهم بيتي. فالناس هنا مش مقصرين، الجهاز الفني مش مقصر، بنتمرن على اعلى مستوى. فان شاء الله الفرقه دي تستاهل يبقى ليها مكانه في الدوري. بس لكن ان شاء الله انا من ناحيه التجديد دي، انا بالنسبه ليا او انا مستر كامل راجل محترم وبيتعامل معايا كاخ او كابن. فبالنسبه لي انا علاقتي بالجمهور بورسعيد دي النقطه اللي مقعداني لحد دلوقتي، واللي بتخليني افكر مليون مره. حتى لما بيجي لي عرض او بتكلم نادي، اي نادي بيكلمني، انا برجع اقول يا جماعه انا بلعب في نادي كبير زي النادي الاهلي، زي النادي الزمالك. بالنسبه لي النادي المصري، بالنسبه لي انا من ساعه ما جيت النادي المصري بجماهيره اللي بشوفها في الاستاد دي، النادي ده كبير وانا بحترمه ومقدره. مش هقدر اسيب الناس دي بالطريقه اللي هي اللي احمد شديد ما ترباش عليها. كابتن شديد، طبعا في تغييرات كتيره حصلت في الجهاز الفني السنه دي، يمكن 6 اجهزه فنيه جم على النادي المصري. ولكن انا عاوز اسال كابتن شديد، ايه الجهاز اللي انت شايف ان هو فعلا هو ده الجهاز الذي يليق بتاريخ النادي المصري، من البدايه من كابتن مختار طارق الصاوي، علاء ميهوب، الان جيرار، وختاما بالكابتن طه بصري. فانا عاوز اعرف ايه رؤيتك واختلاف كل جهاز عن الاخر، وانت استفدت ايه من كل جهاز انت اتدربت معاه في خلال السنه اللي احنا بنلعبها حاليا؟ والله يعني الحمد لله الواحد استفاد من كل المدربين اللي جم. بس انا برضو يعني كابتن مختار الراجل كان ماشي بصوره ثابته جدا. مشانه ده انا مش هتكلم فيه، انا ما اعرفش ليه، يعني مش فاهم ليه الحوار اللي حصل. طبعا الكابتن مختار كان ماشي الفرقه بطريقه كويسه جدا. طبعا لما مشي كابتن مختار جبنا مستر الان جيجر راجل دفاعي، راجل عنده قدرات كويسه، بس راجل مهتم بالطريقه الدفاعيه. بص على فرقه المصري مش هتلاقي واحد من كل اللعيبه اللي موجوده مهاريه، كل اللعيبه اللي موجوده مش دفاعيه، عايزه تكسب عايزه تهاجم. بدليل ان احنا المباراه بتاعت الشرطه ما بندافع بس عشان لازم نخسر. طبعا الكابتن طارق الصاوي الراجل جه في وقت صعب جدا، انا مش هحكم عليه، جه في وقت صعب. اي مدرب يمسك في الفتره ديت. النادي المصري كان خارج من خساره في الشرطه، بعد كده رحنا لعبنا عندنا جاله الاهلي والاتحاد، ماتشة صعبه جدا يعني. فالراجل كتر خيره ومسك في وقت صعب جدا. كابتن طه بصري عمل اللي كل الناس جت ما عملتهوش، قرب اللعيبه من بعض، حبب اللعيبه في بعض. بدليل ان الكوره بتاعت انبي بتعدي من فوق ابو جبل بطريقه يعني تحسسك حب اللعيبه اللي بره لبعضيها. دي النقطه اللي كانت ناقصانا. احنا كنا من سنتين او من سنه كان الحاج سيد الله يرحمه كان بيجي يذبح والكره تخبط في سقف العارضه وتطلع لبره،
مش عايزه تخش هنا في استاد بورسعيد، لان قال لك لما قالوا لك استاد بورسعيد ده فيه حاجه. لا لكن دلوقتي الكره بقت بتطوعنا، يعني انها تتزحلق كده وتخش بالطريقه ديت، ده حب من اللعيبه. ولو دخلت بعد المباراه تشوف اللعيبه اللي بره الاحتياطي، اذا كان احمد عبد الله الراجل اللي بيقعد الاحتياطي فرحان فرح ازاي وشايلني بعد المباراه، دي حاجه يرجعها كابتن طه، غير الشغل التكتيكي، غير شغله الفني. انت بتيجي تتفرج على التمرين بيقعد بتاع ساعتين ونص، لازم كل لعيب بيستفاد، لان ساعتين ونص دي في التمرين هي دي اوروبا، اللي اوروبا بيتمرنوا كده الصبح وبعد الظهر، فهو بيعمل تمرينه واحده بيجيب كل اللي هو عايزه وكل تمرينه وليها وقتها. يعني عندنا من يوم السبت هيبدا يخش في الشغل بتاع ماتش الاسماعيلي بس. فكابتن طه الراجل هو وكابتن يحيى وكابتن مجدي الناس دي وكابتن خالد متفاهمين، ودي النقطه اللي كانت ناقصه النادي المصري، ان يبقى في جهاز متعاون يسمع من ده وده يسمع منه. لا الناس دي بتقعد مع بعضيها ويستقروا على تشكيل وما بيظلموش حد. انا ما شفتش لعيب بصراحه بيطلع يقول لك انا مظلوم. يعني حتى عندنا ابراهيم الهلالي، لان ده يدل ان فرقه المصري تقيله. ابراهيم الهلالي لعيب تقيل بيطلع بره السكور، دي برضو يعني اللعيب ده تقيل ابراهيم الهلالي. فعشان كده الجهاز الفني كتر خيره برضو معاه لعيبه كتيره، يعني فهو بيبقى غصب عنه ان هو يطلع ابراهيم، يطلع خليفه، يطلع اللعيبه اللي هي كانت موجوده، اللعيبه الكويسه ديت. بس كل واحد هتيجي وقته جاي، يعني هو الراجل جاي في وقت برضو كان جاي يقعد النادي المصري في الدوري. لقى مره واحده ان النادي المصري دخل في مستوى تاني، بيلعب على خامس ورابع، ولو كسب الاسماعيلي والزمالك هيبقى داخل في الثالث والثاني. فهي النقطه دي اللي احنا بندور عليها، الطموح. هو دخل في طموح تاني، هو عنده الطموح وهو جاي، لان هو اول ما جه قال لنا يا جماعه انا قدام 11 ماتش عايزين نعمل ماتشات تقيله ونكسب، ممكن نعمل انجاز لينا. فهي دي هتبقى بالنادي المصري انجاز بصراحه لو دخل او ثالث ان شاء الله. كان في تألق كبير جدا جدا، وكانت الجبهه اللي فيها جديد ووجيه كانت عامله شغل جامد. بعد انتقال وجيه عبد العظيم للزمالك، هل البديل الموجود فعلا قدر يعمل دويتو كويس مع كابتن احمد شديد ناوي في الملعب؟ والله يعني وجيه طبعا من اللعيبه المميزه، اللعيبه المحترمه. كابتن احمد شديد ناوي طبعا احنا عارفين انت وجيه كان يعني حلاوه وجيه ان هو كان فاهمني عمياني، انا بجري في عارف هو بيلعب فين، يعني عارف انا بجري فين وبيلعب لي في المكان، يعني ما بيدينيش بعد ما بعدي، بيداني قدامي ان انا بروح بعمل الشغل بتاعي. دي ميزه وجيه. لكن انا يعني في ناس لعيبه تقيله معايا دلوقتي بتلعب في الناحيه ديت. عندي محمود عبد الحكيم برضو، يعني الحمد لله عامل ان هو شغل كبير، يعني لما بيجي عندي بنبقى نعمل شغل تقيل، يعني ده بشهاده الناس اللي بتقعد في التحليل، الناس اللي بتتكلم. عبد السلام نجاح لما بيلعب جنبي بنعمل شغل كويس. فلا في اتنين توال برضو لعيبه كبيره، يعني يمكن ميزه محمود وعبد السلام ان هم بيرجعوا يدافعوا معايا. وجيه يعني كان بيأخر سنه قدامي، لكن محمود عبد السلام عشان متعود مع الحرس بيلعب 4-4-2 فبيرجع يقف في نص الملعب ويدافع. فبالنسبه لي دي بتبقى سهله ان انا باخد نفسي وبرجع تاني للمباراه. لكن انا شايف ان عبد السلام ومحمود يعني من افضل الاثنين اللي برضو بعد وجيه اللي لعبوا جنبي يعني في النادي المصري. كابتن احمد شديد، بقول لحضرتك بالنسبه لتقييمك لفتره الست مباريات اللي جايه، انت شايف وضع المصري بوجود الحماس الشديد اللي احنا شايفينه في التدريب، رؤيه حضرتك ايه، او هنقول نظره مستقبليه، انت شايف مع الحماس ده ممكن مصر يحقق نتيجه السنه دي كويسه؟ والله انا زي ما انا قلت لك، انا دلوقتي النادي المصري دخل في مجال تاني خالص. مفيش بقى النادي المصري جماهيره نفسها بتدور على افريقيا. عمر ما الجماهير السنه اللي فاتت قالت لك افريقيا نقعد في الدوري يا كابتن وعايزين نكسب. لا دلوقتي النادي المصري بيدور على افريقيا، بيدور على بطوله نلعبها، نظرا لاسامي اللعيبه اللي موجوده، الجهاز الفني، الاسامي الكبيره اللي موجوده في الجهاز الفني. فاعتقد ان الست مباريات دول يعني انا بقولها للعيبه اهو دلوقتي ده انجاز لينا، يعني مش هتيجي الست ماتشات دول تاني. يعني بعد ال 36 بونت دول السنه الجايه الدوري هيبقى اصعب، مش هتيجي ال 36 بونت دول بالطريقه دي تاني. فلازم نحافظ طبعا على الست ماتشات دي. عندنا ماتش الاسماعيلي انا مش شايف ان في مشكله، ان شاء الله ناخد 3 بونت ان شاء الله. ماتش هيبقى قوي منا احنا الاثنين، والكويس هو اللي هيكسب في الاخر. احنا لو كسبنا الاسماعيلي ان شاء الله عندنا مباراه الزمالك على ملعبنا حياه او موت، لازم ان شاء الله يعني ان شاء الله نكسب. هيبقى دخلت في 42، دخلت في مجال تاني خالص. هيبقى عندك بقى ان شاء الله سموحه، مقاولين، ماتشات هتسهل سنه يعني. خلاص لو لميت من كل المطوشه ديت ابنات، اعتقد ان النادي المصري لو وصل للنقطه 48 هيبقى في مركز ثالث او مركز ثاني ان شاء الله. تاني ان شاء الله. كابتن شديد، طبعا كل لاعب ليه لحظات سعاده ولحظات حزن بيقضيها، احسن لحظه سعاده انت قضيتها من ساعه ما جيت من 3 سنين هنا ببورسعيد كانت امتى؟
والله بعد جوني في الاهلي، يعني لما جبت جون في الاهلي حسيت ان انا الناس هنا بتحبني جدا، ولحد دلوقتي الحمد لله. يعني دي احسن لحظه ما حسيتهاش في النادي الاهلي. حسيت ان انا دلوقتي احسن لحظه في حياتي ان انا حبي للناس لحد دلوقتي، ان هم يحبوني مده 3 سنين دي انا عمري ما شفتها في حياتي. والناس بتزعل لما بتطلع يعرفوا ان احمد شين ماشي، ده يدل ان انا لعيب مهم بالنسبه لهم، لعيب مميز عندهم. دي حاجه بتبسطني. الحاجه اللي بتحزني برضو بسبب الجمهور، اللي هو الجمهور بيضغطني شويه، يعني اللي هو انت يا كابتن تطلع تقول وتكذب. لا انا ما ينفعش، انا شغلتي العب كوره، انا مش شغلتي ان انا اطلع اكذب واي واحد يكتب في الجرايد انا اسمع له. لا انا راجل بلعب كوره في الملعب، ده الكلام ده لو انا مقصر معاك في الملعب يبقى انا عايز امشي. لا انا الضغط ده يخليني ان انا امشي. انا عايز الناس تعرف ان احمد شديد عايش هنا 3 سنين، يعني مش بقالي نص شهر ولا حاجه ان انا مش هقول لا انا في عشره هنا. فانا انا ما بمشيش بالطريقه اللي اي لعيب في النادي المصري بيمشي بيها، وحضرتك يمكن فاهمني. لكن انا ما مشيتش زي ما اي لعيب بيمشي يقول لك انا قاعد معاك ويروح ماشي مره واحده. لا انا قبل ما امشي انا يعني الحمد لله ربنا، انا ما بخافش غير من ربنا. انا يا جماعه طموحي في حته كذا، هاجي اطلع اقول يا جمهور بورسعيد ما تزعلوش مني انا رايح المكان كذا. لكن انا لما طالما بتقرا في جرايدي ما تسمعش، يبقى ده مش بتاعي، الكلام ده مش بتاعي طبعا. دي النقطه اللي بتزعلني. لكن اي نقطه تاني انا بحترم جمهور بورسعيد وموجود معاهم. لما هطلع اقول يا جماعه انا رايح اي نادي هطلع اقول على الهوا. كابتن شديد، احنا هنخرج من نطاق الكوره ونخش في النطاق العائلي. طبعا كان لنا لقاء امبارح مع الكابتن شديد ناوي الكبير، وجمهور ملعب المصري عارفين الكابتن محمد شديد قناوي، وعارفين كابتن شديد قناوي الكبير. في حد من عائله قناوي ليه مجال بالكوره تاني؟ عندي محمود شديد بيلعب في انبي 18 سنه، لعيب يعني مستقبله كبير جدا، ويمكن انا رشحته لمستر كامل. محمود ده صانع لعب، يعني عامل صانع العاب عامل زي رونالدينيو كده بالظبط، يعني بيسرهات وبيلعب على الجون كويس جدا. ومحمود اطول مني كمان، هو اصغر مني بس طويل شويه. محمود جسمه جامد جدا. بس محمود من اللعيبه المميزه جدا في انبي، وهياخد فرصه في انبي انا متاكد ان هو العين عليه دلوقتي. فهو محمود لعيب برضه. ومحمد طبعا في الانتاج الحربي ما شاء الله، يعني من افضل اللعيبه اللي في الانتاج الحربي، مش بدليل الناس اللي بتحلل، يعني بتقول لك ان هو بيجري كتير وبيحاول وبيدافع لزمايله، ودي النقطه اللي الحمد لله اتربينا عليها الحمد لله. طب انا عاوز كابتن شديد قناوي كلمه اخيره لجمهور بورسعيد من خلال اذاعه وسيط اف ام، تقول لهم ايه؟ لا انا بقول لجمهور بورسعيد احمد شديد يعني دايما انا بقولها لزمايلي في الملعب، انا اسمي اتكتب في ناحيه الشمال خلاص، يعني انا اسمي اتكتب على الارض في النجيله في ناحيه الشمال. عايزكم، انا بحترمكم جدا، طول ما انتوا واقفين جنب الفرقه بالاحترام اللي انا بشوفه لغايه الدقيقه 90. الناس بتقول مصري ديت بالنسبه لي حاجه تاني. فرحتي بيكم ان انتوا بتقولوا افريقيا، بيعلوا طموحي انا كلاعب كشخص في الملعب. طبعا انا بحبكم جدا، لان انا عمري ما دخلت في وسط جماهير كده، يعني الحمد لله انا زي ابو تريكه في الاهلي كده هنا في النادي المصري. فبالنسبه لي دي عمري ما حسيتها، حسستوني بقيمتي لما من ساعه ما مشيت من النادي الاهلي، حسستوني ان انا حاجه كبيره. فانا الحاجه الكبيره اللي انتوا حسستوني بيها دي انا عمري عمري ما بنسى صاحب الفضل عليا، لان جمهور بورسعيد فعلا صاحب الفضل عليا بعد ما مشيت من النادي الاهلي. جمهور بورسعيد اللي وقفنا على رجلي، طبعا انا بشكرهم على الوقفه اللي هم واقفينها جنبينا، واوعوا يصدقوا اي حاجه على احمد شديد، لان احمد شديد بيحب جمهور بورسعيد. في نهايه لقائنا بنشكر الكابتن احمد شديد قناوي وبنقول له بالتوفيق في المرحله الجايه. شكرا يا كابتن.